تعالوا النهاردة بقى نعمل كفتة الرز الأصلية من غير أي افتكاسات ولا أي حاجة، بطريقة سهلة وجميلة جدا، والطعم بجد رهيب بطريقة أجدادنا كده، من غير بقى أي إضافات جديدة ولا أي حاجة. بس لو أول مرة تشوفينا، احنا قناة أكلة وترويقة، بننزل كل يوم فيديو لوصفات اقتصادية وعلى قد الإيد، وأفكار لوصفات جديدة. ما تنسيش تحط لايك للفيديو ونورنا بالاشتراك في القناة. تعالي كده بقى نشوف وصفتنا السهلة والبسيطة. انا هنا معايا نص كيلو من كفتة الرز، هاخدها كده اهوت وهصبعها بالطريقة ديت. هيكون جنب مني طبق كده اهوت فيه شوية زيت، هدهن بيه ايدي علشان اعرف اصبع الكفتة كويس واللي ما تلزقش الكفتة في ايديا. هصبع الكفتة بتاعتي كلها بالشكل دوت، وهحاول ان انا اخليها رفيعة شوية، لان لما باجي بحمرها هي بتنفش وبتتخن. انا دلوقتي كده خدت الكفتة بتاعتي وبحمرها. هبتدي بقى دلوقتي ان انا هعمل التسبيكه عقبال ما الكفته بتاعتي تتحمر. انا جبت كده حته سمنه وحطيتها في الحله بتاعتي، وقطعت بصلايه كده قطع صغيره، وهبتدي ادي البصلايه دوت بس تشويحه على خفيف، وهنزل بيها بمعلقه التوم. برضو هشوح التوم كده، واول ما تشمي ريحه التوم هنزل اول حاجه بمعلقتين صلصه. المعلقتين الصلصه دول بيعززوا اللون بتاع التسبيكه. خدت الصلصه كده تشويحه، وبعد كده هنزل بعصير الطماطم بتاعتي، وهبتدي بقى احط عليها التوابل. هي ملح وفلفل اسود وكزبره وكمون، بس كده. هقلبهم بقى كويس وهسيبها تتسبك. هي مش هتكمل 10 دقايق او ربع ساعه بالكتير، وهتبقى معايا بالشكل ده متسبكه وجميله جدا، وتقلت وبقت حلوه قوي. دلوقتي بقى انا هزودها كوبايه ميه كده، وهسيب الميه تغلي شويه فيها. قبل ما انزل بالكفته هسيب الميه تغلي شويه. اول ما تغلي تبقى بالشكل دوت، انا محضره الكفته بتاعتي بعد ما حمرتها. هنزل بالكفته بتاعتي، وهنزل بحوالي بطاطستين كده مقطعاهم مكعبات. لو مش عايزه البطاطس ممكن تستغني عنها خالص، بس هي بتبقى طعمها جميل جدا في الكفته ديت. بصي 10 دقايق بالظبط هتلاقي الكفته استوت وبقت جميله جدا معاكي. بصي يعني حاجه كده روعه روعه. تعالي بقى قدميها كده هوت في الطبق بالشكل دوت، بتبقى حاجة جميلة جدا وريحتها تحفة بجد بجد. وجبة حلوة قوي قوي، سريعة وسهلة، وفي نفس الوقت مغذية وحلوة جدا يعني. ما فيهاش اي افتكاسات ولا اي تعب خالص، والطعم بجد رائع. بصي قدميها بقى بالشكل دوت. حط الرز كده اهوت بقى، رز بشعرية، رز واحدة واحدة، بتبقى حلوة قوي قوي. هي مش محتاجة حاجة تاني غير طبق سلطة جنبها وبس كده. بصي التسوية عاملة ازاي، عايزة اقولك بجد رهيبة، طعمها بجد حلو جدا جدا. الكفتة ديت العشق من زمان كده، واحنا كنا بنخطفها كده من اهالينا واحنا بنحمرها. يعني انا اساسا وانا بحمرها، يعني بناتي بقوا ياكلوا نصها كده محمرة كده من جمالها. بصوا بقى بالصلصة بتبقى حاجة تانية خالص الصراحة. تسوية كده جميلة جدا مع الرز بشعرية، بجد وجبة حلوة قوي قوي قوي. متنسيش بقى اللايك للفيديو، نوريني بالاشتراك في القناة. ودي كانت فكرة فيديو النهاردة، انتظريني ان شاء الله في فيديو جديد وفكرة جديدة. مع السلامة.